أمانة الدار كلها ولا لا؟ هم منافقين. يضيع النازحون في قطاع غزة بين مخيمات الهروب والمستشفيات المحاصرة، لكنهم يلتقون بالصدفة أحيانا. الصحفي الفلسطيني عمر غريبة اختبر ما تعنيه كلمة مهنة المتاعب وغياب الأخبار عن عائلته. أنا بعرف أنهم كانوا في مدرسة في خانونس، هاي آخر علمي، واليوم من الصدفة البحتة كنا شغالين هنا وقبلت أنا وياهم. الساعة في زمن الحرب ليست كمثيلاتها في ساعة السلم، وليس هناك أقسى من أن تحمل لحظات اللقاء خبر الفاجعة. امبارح كان في قصف استشهدت فيه بنت خالي، خال أمي وابني. حاولنا نتواصل معاهم نحكي لهم، طبعا ما فيش شبكة واحنا ما بنعرفش وين هم موجودين، فتوي للصدفة من كل فكر انها عارفة، فبحكي لها انه عظم الله اجركم، ليه بتحكي لي في مين، وعرفت الخبر يعني. ومع انقطاع وسائل الاتصال في قطاع غزة يتفاقم حجم المعاناة والترقب. شعور ابدا مش حلو، شعور بالعجز، انك انت انسان حتى مكالمة تلفون تقدر تطمن أهلك فيها اللي أنت أصلا مش عارف وين هم، هذا شعور كبير في العجز. سيتذكر عمر دون شك هذا اللقاء طويلا. انبسطت إني شفتهم، بس في نفس الوقت شعور جدا مش لطيف إنك أنت تكون أنت اللي وصلت خبر استشهاد حدا بعز عليه لحدا مقطوع عن العالم كليا، أنت مش قادر تعمل إشي. الحمد لله على سلامتكم.